ناس كتيرة بتتلخبط ما بين زمن المضارع المستمر والماضي المستمر. احنا في الفيديو ده هنعرفهم بالتفصيل. احنا ماشيين في سلسلة هنتعلم انجلش مع بعض، وخدنا اول حاجة قلناها اللي هو اجزاء الكلام. بعد كده خدنا الاسم وقلنا الاسم المفرد والاسم الجمع. بعدها خدنا الفعل وقلنا انواع الفعل. بعد كده خدنا تكوين الجملة وزمن المضارع البسيط وزمن الماضي البسيط. النهارده هنتكلم عن المستمر وليه اتنين: the present continuous او the past continuous، المضارع المستمر والماضي المستمر. وهنعمل حته مقارنه بسيطه كده نعرف الفرق ما بينهم. اول حاجه في المقارنه اللي هو الفورم اللي هو الشكل. في البريزنت كونتينوس بيتكون من subject اللي هو الفاعل بلس am is are بلس الفيرب بلس ing. يعني لو انا عايز اقول مثلا he is studying English now، هو يذاكر انجليزي دلوقتي. طيب نيجي بقى للفورم في زمن الباست كونتينوس. بيتكون برضو من subject بلس was were اللي هم الماضي من am و is و are اللي هم كلهم اولاد الحاجه بي، بلس الفيرب بلس ing. طيب احنا لو نفتكر المثال كنا بنقول he is studying English now، فهنا هتبقى he was studying English، هو كان بيذاكر انجلش. يبقى الفرق ما بينهم ان ده حدث مستمر دلوقتي، لكن ده حدث كان مستمر. يعني انا بحط لك كده خط، خلي بالك انا الفعل استمر معايا فتره زمنيه في الماضي. نيجي بقى للنيجاتيف اللي هو النفي. النفي بيتكون من subject plus am not is not are not. تمام، لان احنا عارفين في النفي بنحط not لمين؟ للفعل المساعد اللي هو am او is او are، برضه بلس الفيرب بلس ing. يعني هنا لو المثال بتاعنا هنثبته في كل الحالات هتبقى he isn't studying English now، هو دلوقتي ما بيعملش كده، ما بيذاكرش انجلش. طيب هنشوف بقى هنا he wasn't studying English، هو ما كانش بيذاكر انجلش. طيب نيجي بقى للكويستشن اللي هو السؤال. وطبعا احنا عارفين زي ما عارفين في النفي بنحط نوت للفعل المساعد، فاحنا بنسأل برضه بالفعل المساعد اللي هو am او is او are قبل الفاعل. وخلينا بالمثال بتاعنا تبقى is he studying English now، هل هو بيذاكر انجليزي دلوقتي؟ وهنا لما اجي اجاوب اقول yes او no. طيب هنا اقول was he studying English، هل هو كان بيذاكر انجلش؟ برضو الاجابه بيس او نو. انا حاطط لك هنا سؤالين اللي تعرف ترد عليه، جاوب واكتب لي في التعليقات، وان شاء الله اللي هيجاوب او اللي هيرد عليا في التعليقات في جمله مظبوطه هيبقى ليه جايزه ان شاء الله. هنا السؤال بيقول لك what are you doing now، ماذا انت تفعل الان؟ ده بالنسبه لو هتجاوب على السؤال ده هتجاوب بزمن the present continuous، زمن المضارع المستمر. طيب السؤال ده what was he doing yesterday at 8 p.m، ماذا هو كان يفعل الساعة 8 امبارح؟ هنا بقى جايب لك الكي ووردز اللي هو الكلمات now اللي هي الآن، at the moment في هذه اللحظة، look يعني انظر ده حاجة بتحصل اهي دلوقتي، listen اسمع شايف ايه اللي بيتسمع ايه اللي بيتقال. فده كلمات الدالة على زمن البريزنت كونتينوس اللي هو زمن المضارع المستمر. اما بقى في الماضي while يعني بينما، when عندما، yesterday at 8 p.m، فهنا مش yesterday بس، لا ده هيجيب لك امبارح الساعة كذا، فهنا بحدد لك الوقت محدد يعني زمن محدد في الماضي. وبرضه هنا نفس الكلام last night at p.m، يبقى زمن محدد في الماضي بنستخدم فيه past continuous. يبقى نظرة سريعة كده احنا خدنا البريزنت كونتينوس والباست كونتينوس وكل واحد بيستخدم في ايه، ان انا ده حدث مستمر في المضارع وده حدث استمر في الماضي. نقطة تاني هقولها قبل ما في الفيديو اني ممكن استخدم زمن المضارع المستمر لحاجة في المستقبل القريب. يعني انا اقول لك انا هعمل كذا بعد ساعة مثلا، يبقى استخدم فيها زمن المضارع المستمر. احنا كده لمينا كل حاجة تخص زمن المضارع المستمر
والماضي المستمر. لو ليك اي سؤال قول لي، تواصل معايا وانا تحت امرك في اي وقت. ما تنساش تبعت اجابه السؤالين دول، واكتر واحد هيكتب الاجابه مظبوطه ان شاء الله هتواصل معاه وهيبقى ليه هديه كويسه.